هنا بقى عندنا دلوقتي الفرخه بتاعتنا اهي. فرخه اللهم بارك 2 كيلو ونص قبل الذبيح. طيب بعد الذبيح يعني عملت كده حوالي 2 كيلو و100 او 2 كيلو الا انا مش عارفه بالظبط ان انا ما وزنتهاش. طيب الفرخه دي لو احنا سلقناها يا دوبك هنعمل عليها طبخه وخلاص. طيب احنا دلوقتي اخر الشهر عايزين نطلع منها اكلتين على الاقل علشان خاطر تسد معانا بقيه المصاريف بتاعت اخر الشهر. وكمان دلوقتي العيال في دروس وامتحانات والمدرسه، وعايزين بقى حاجه كده تقوتهم وحاجه كده ايه يعني تزود لهم كده ايه التركيز شويه في المذاكره. يعني عايزين كده نعمل لهم اكلتين 3 وفي نفس الوقت نوفر. طيب هنعمل ايه؟ هنمسك الفرخه دي دلوقتي كده هنعمل فيها شويه اختراعات ونطلع منها اكلتين كده حلوين او 3 اكلات على حسب الفرخه ما هتكفينا وعلى حسب عدد افراد اسرتك. يعني مثلا ما تقوليش هي عملت 3 اكلات يبقى انا كمان اعمل 3 اكلات، لا انت ممكن مثلا يكون عدد افراد اسرتك اكبر من عدد افراد اسرتي فممكن تكفي معاكي اكلتين 2. ممكن الفرخه دي كلها تعمليها كلها اكله واحده. بس انا بالنسبه لي هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر وندبر، لا عشان خاطر اخر الشهر عايزين نلم الميزانيه. بينا بقى عشان نشوف احنا هنعمل ايه في الفرخه بتاعتنا. واول حاجه كده هنقطعها في الفرخه بتاعتنا هي الاوراق. الاوراق كانت اللهم بارك كبيره، يعني لو انت كده ست البيت مسكت الاوراق ديت وقطعتها على 4 هتبقى معاها 2 دبوسه و2 صفحه من فوق، يعني هتكفي اسره من 4 افراد. طيب لو انت اسره من 5 افراد هتعملي ايه؟ هنطلع الهيكل بتاعنا سليم زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. هنحاول ان احنا نقطعه سليم برضه عشان يكفي فرد خامس من افراد الاسره. يعني انت لو اسره 5 افراد هيبقى معاكي هيكل و4 قطع من الفراخ اللي هم الدبوسين والصفحتين اللي من فوق. تقدري بقى تحطيهم مثلا في صينيه بطاطس، تقدري تقطعيهم تقطيعه الكنتاكي وتعملي جنب منهم مكرونه. يعني اهم حاجه انت بقى وشطارتك هتقدري تعملي بيها ايه. زي ما انت ما شايفه كده احنا طلعنا الهيكل سليم، يعني برضو هيكفي فرد، وان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايديكم والدنيا معاكم هتمشي تمام. طيب الصدرين هنعمل فيهم ايه؟ ادي كده اول صدر معانا، والصدر التاني انا قطعته كده بالنص عشان كنت هقطعه استريبس. طيب اللي الاستريبس عمل معايا كام قطعه؟ عمل معايا 10 قطع من الاستريبس. يعني هيكفي قد ايه؟ هيكفي اسره من 3 افراد. انا كده بقول لك التقطيعات ازاي وهيكفي كام فرد بالظبط. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قطع من الاستريبس. طيب الصدر التاني ده هنعمل فيه ايه؟ قطعناه بالطريقه ديت وهنحطه في قلب الكبه، وهنبتدي ان احنا نفرمه ناعم جدا بالطريقه دي، وهننزل بقى عليه دلوقتي كده بصوا احنا خليناها ناعم جدا وجميل جدا. هننزل عليه بحوالي 150 من المكرونه. طبعا احنا قلنا هنعمل بدايل الفول الصويا يا جماعه، وهنزل ببصلايه كده كبيره. طيب وهنبتدي ان احنا نفرمهم برضو مع بعضيهم وندمجهم مع بعضيهم كويس جدا. طيب دلوقتي ايه اللي هيشرب معانا ميه البصل؟ هننزل بنص رغيف عيش بايت زي ما احنا ما متعودين. طيب العيش ليه ما حطيتهوش كتير زي كل مره؟ لان انا مش حاطه بصل كتير، انا حاطه بصلايه واحده بس. طبعا دي نص كميه الفراخ لان الكبه ما لفتش معايا الكميه كلها فقسمتها على نصين. تاني نص معانا اللي انا هبتدي ان انا انزل عليه بالبهارات. البهارات بتاعتي عباره عن ايه؟ عن معلقه شاورما سوري ومعلقه من خلطه الشيش طاووق اللي بيجوا جاهزين. دول غنوني ان انا احط اي بهارات من عندي، ولا بقى بابريكا ولا كركم ولا كاري ولا بهارات فراخ ولا اي حاجه خالص. هي البهارات دول فيهم جميع البهارات. كده خلاص الكميه التانية اتطحنت معايا وبقت حلوه بالبهارات بتاعتها. هنبتدي كده بقى ان احنا نجيب بوله وهننزل بكميه الفراخ بتاعتنا فيها. طيب دلوقتي نص كميه فيها بهار والنص التاني لا، هنحطهم على بعضيهم عادي خالص، وهنبتدي ان احنا ندعكهم في بعضيهم كويس جدا. طبعا الكميه حلوه جدا اللهم بارك زي ما انتم ما شايفين كده طيب واحنا دلوقتي بندعكها في بعضيها هنلاقي كده فيها سنه تلزيق بسيطه. طيب هنعمل ايه في سنه التلزيق دي؟ معلقه زيت واحده كده بس على ايدك، وهتبتدي انك انتي تدعكيهم في بعضيهم وتمكسيهم مع بعضيهم بالطريقه دي. طيب انا دلوقتي بصراحه ربنا يعني انا ما بحبش يعني اعمل اي حاجه بالجوانتيات، ما برتاحش فيهم. انا بحب كده اعجن كده بايدي، وبحب ملمس كده ان انا المس العجينه كده بايدي. بس مع الفراخ الصراحه لانها بتلبك كده بقصيه الفراخ فما بحبش ان انا اعملها بايدي خالص.
طيب هنعمل ايه برضو لو حاساها انها بتلبك سنه كده وانتي بتعمليها بالسباشولا بتاعتك، هنحط برضو معلقه زيت تاني لو انتي حاسه ان هي ملبكه. طيب ما احنا ممكن نحط معلقه دقيق، ما احنا بقى حاطين بديل الفول الصويا، فمش هنحط بقى دقيق وبديل الفول الصويا، احنا كده هنضيع طعم الفراخ بتاعتنا، يعني نحس ان احنا ما بناكلش فراخ اصلا. كده خلاص احنا خلصنا كميه الفراخ بتاعتنا. هنبتدي بقى ان احنا نشكلها. حابه تشكليها برجر هتطلع معاكي كميه كويسه، حابه تعمليها بانيه شركات بالطريقه دي برضه هتطلع معاكي كميه كويسه جدا. حابه تعمليها نفانف برضه هتطلع معاكي كميه كويسه، لان اصلا كميه الفراخ بتاعتنا كانت حلوه اللهم بارك. انا بحب جدا اعمل الوصفات اللي زي ديت عشان بتوفر معايا كتير، يعني بحس كده هوت ان ايه، من صدر فرخه بتطلع معايا كميه حلوه، او من صدرين فرخه ممكن تطلع معايا اكلتين. ممكن مثلا صدرين الفرخه اعمله بنفس الطريقه، نص مثلا اعمل نفانف، نص اعمله برجر، النص التاني مثلا نعمل برجر ونعمل بانيه الشركات، النص التالت ممكن اعمله كفتة فراخ يعني ومثلا برجر. المهم ان انا بحب اشكل من الصدرين الفرخة دول، بحب اشكل بيهم كذا حاجة، يعني ما بعقفش على حاجة معينة. بس قصة بانيه الشركات ده بيفرق معايا كتير جدا. طب هيكفي كام اسرة بقى؟ لا ده ممكن كده يكفي 5 6 7 8 افراد، لان الكميه بتبقى حلوه جدا اللهم بارك. يعني ممكن صدر الفرخه دوت مع شويه المكرونه مع نص الرغيف ممكن يعملوا لك يعني بتاع حوالي كيلو او كيلو وربع من البانيه الشركات. هنيجي هنا بقى للستريبس، حطينا عليه معلقه برضو من الخلطات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي خلطه الشيش طاووق وخلطه الشاورما. هنركنهم كده على جنب شويه يشربوا كده من الخلطات ديت على بال ما نحضر الكفر بتاعنا اللي من بره. طيب الكفر بتاعنا عباره عن ايه؟ نص كوبايه من الدقيق وعليهم معلقتين كبار من النشا. طب انت ليه مش مكتره مثلا الكميه؟ ما انا مش هكتر الكميه لان كده كده هو كله صدر واحد بس. طيب احنا ليه حطيناه في الكيس؟ حطيناه في الكيس منع بقى للفرهضه ومنع للكركبه ومنع ان انا ابهدل الدنيا دي. الكيس ان هو بيخليني يعني يسهل عليا حاجات كتير. طبعا انا نزلت بمعلقه واحده بس من بهارات الشيش طاووق. هبل هنا بقى الستريبس بتاعي في كوبايه من الميه بالطريقه دي، وهبتدي ان انا احطه في قلب الكيس بتاعي. هنفخ كده الكيس وهبتدي بقى ان انا ادعك فيه كده هو 15 20 مره عفوا يا جماعه، تضربه جامد جامد جدا 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 لغايه لما تديك الكفر المقرمش كده من بره، اللي انت شايفينه كده بالظبط، عشان يديكي شكل الستريبس بالظبط زي ما انتم ما شايفين. بصوا عملت ازاي اللهم بارك، حلو جدا كده. احنا لا بهدلنا الدنيا ولا حاجه خالص، وعملنا الستريبس بتاعنا باسهل طريقه. هنشوف كده بقى الكميه بتاعتنا. ادي اهوت عندنا الوركين كبار بالهيكل، ادي كده اهوت يوم وعدى وطبخه وعدت هتكفي معانا 5 افراد. الستريبس معانا كفى معانا 3 افراد، وهنا اهوت كفتة الفراخ بتاعتنا برضو كفت معانا برضو بحوالي 5 6 7 افراد. كده اهوت احنا قطعنا الفرخة بتاعتنا